خوتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي قراو معايا التعليق ديال واحد السيده من كناس كتقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا منيه من كناس. تكلم على الوثائق نتاع الرميد، كتهضر على البطاقه ديال الرميد والتامين في مكناس. والله جمعت كل الوثائق ومن بعد في المقاطعه تابعه ليها قالوا لي غير سيري بحالك تنعطيوك. ما شدوش من عندها الوراق، وما عنديش وما خداماش وما مزوجاش، وعندي بنت عمرها 18 سنة، يعني عندها بنت تكلف بها في عمرها 15 سنة، وعندها ولد صغير امو سمحات فيه، عنده 3 سنوات. وفي رمضان الدعم ديال القفا ما شديتهاش، مشيت للمقاطعة قالوا لي ما يمكنش نعطيوها لك، الا عطيناها لك الناس اللي حداك كلهم غيبغيوها، وانا هزاني غير اختي. آه، كل واحد كيعاون باللي قسم الله. واش هذه قوانين اللي في المغرب؟ هاد السيده خوتي اللي فهمنا منها كتقول لك انا مشيت للمقاطعه، دفعت الدوسي ديال البطاقه ديال الرميد، ولكن ما شدوهاش من عندي. قالوا لي سيري، راه الناس اللي حداك عطاو واحد ما دارها، الا درناها لك راه غتنوضي علينا الصداع بحال هكا. هذا هو المفهوم ديال هاد السيده هادي. وكتقول لك عندي بنت كبيره مكلفه بها، يمكن هذه بنتها، بنت كبيره انا اللي مكلفه بها وكتقرا في البكالوريا. وكتقول عندي ولد صغير مو سمحات فيه وانا اللي متكلفه به. هاد السيده دي ما مزوجاش وعندها بنت، يعني ما عرف واش مطلقه ولا ربات جوج دراري، هنايا ما عرفت صراحه الله. آه، المهم كتقول لك انا عندي جوج ديال الدراري، انا اللي متكلفه بهم وانا اللي كنصرف عليهم، وهاد البطاقه ما عطاوها لياش. وشنو هاد القوانين اللي في المغرب؟ صراحه الله ما كانش عليهم يتعاملوا بهاد الطريقه هادي، كان يشدوا من الوراق، كان يديروا ديك الحكام الا كانوا فقراء وما عندهمش، كان يديروا لهم البطاقه ديال الرميد كاملين باش يستافدوا من الدواء وبزاف ديال الحوايج. خوتي، انا حطيت لكم هذا التعليق هو هذا، قراوه. وهاد السيده سميتو دخلوا الايميل ديالها، اتصلوا بها، هضرت معاك، اللي خلي لي شي نمره ديال التليفون ولا خلي شي رقم الحساب. اخوتي بالنسبه الى شي واحد ما عندوش وهادي وباغيين يتعاونوا مع الناس والمحسنين اللي عندي في القناه، يمكن لي يكتب لي نمره التليفون ولا يكتب لي الرقم الحساب ديالو. ما نديرش انا ديالي نهائيا، غندير الرقم الحساب ديالو باش يعاونوا الناس ديريكت، فهمتي؟ باش انا نبقى بعيد، انا غير واحد الوسيط، غنحط داك الشيء اللي كتبتي ليا غادي نحطو في القناه ديالي، والله يجيب التيسير. والحمد لله كاينين المحسنين وكاين اللي غادي يعاونك باش ما سخى الله. المهم اخوتي كما قلت لكم، هاد السيده شنو قالت لي في التعليق، دخلوا عندها وسولوها. ومن بعد كتبت لي تعليق اخر، احنا غادي نشوفوه كاملين ان شاء الله. خوتي التعليق ديالها الثاني كتقول درت البطاقه ديال المقاول الذاتي باش ناخذ الكريدي من البنك، مشيت قالوا لي سيري تيكون عندك حانوت. واش وكان عندي لو كان زعما واش لو كان عندي حانوت اولا فلوس ما نمشيش نشد الكريدي؟ او هاد الشيء واقع لي ملي سيدنا محمد السادس نصره الله، الله يبارك في عمره اولا الله يبارك في صحته، بالدعم المقاول الصغرى. اختي بالنسبه للبطاقه ديال المقاول الذاتي، خصك تكوني خدامه. علاش داخل فيها دابا لاسينيس، وخصك ديكلاري سميتو بالارباح ديالك 1%. انا براسي درتها ولكن سديتها، ما عنديش شي مشروع مثلا شي مقاول ولا شي حاجه، سديتها. يعني انا ما صالحليش ديك البطاقه. وإلا مثلا الكريدي كما قلتي وعندك شي محل تعمريه، يمكن لك تسلفي وديري ديك البطاقه راه غتعاونك. ولكن الا ما عندك ما ديري بها، ما عندكش مثلا شي مشروع كيدخل الفلوس، وهما غادي يعطيوك كريدي، ولكن خص يكون عندك مشروع كتدخل الفلوس باش ديكلاري بالارباح ديالك كل شهر، خصك ديكلاري. واللي ما ديكلاريتيش راه كيتزاد عليك واقيلا شي حاجه. المهم هادشي اللي كان، هادشي اللي فهمت انا من ديك البطاقه، كانت عندي ولكن حيدتها. خوتي كما قلت لكم، هاد السيده كتبت لي هادشي هذا في الكومنتير، واللي قادر يتعاون معها ولا يتواصل معها. انا الا كنت كتشوفني وتسمعني، تحط التليفون ديالها، رقم الهاتف او رقم الحساب ديالها، تحطو في تحت الفيديو، والناس راه غادي يعاونوها والحمد لله راه المغاربه كرامه، راه معروفه عليهم. كما قلت لكم، واللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يحطوا لي هنايا في التعليقات، يكتب لي القصه ديالو وانا غادي نقدمها للناس. وغير كتب لي كما قلت لكم الواتساب، اولا شي نهار غندير الواتساب ان شاء الله،
وبقى يصيفط ليا الواتساب، او اللي يكتب لي غير في التعليق وانا غادي نحطها. من الاحسن نبقى انا بعيد، نحط نمرة التليفون ديالك ونحط رقم الحساب ديالك، والناس راه غادي يعاونك، اللي يقدر على شي حاجه غيعاون باش ما خصها الله. واخا بنادم يعطي غير 10 دراهم، غير 10 دراهم هي قليله، ولا غير 20 درهم، راه بزاف ديال الناس راه تقدر يجمعوا لك بزاف ديال الفلوس. خوتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. كما قلت لكم اللي عنده شي حاجه يكتبها لي في الكومنتير.